حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نرحب بمتابعين صحيفه التغطيات. ان شاء الله ناخذ وياكم ان شاء الله تغطيه سريعه ومباشره عن معرض ايات اللي تنظمه الهيئه الملكيه بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف. أقيم المعرض على مدى 4 أيام، استهدف المجتمع الموظفين الهيئه الملكيه بالاضافه الى المجتمع التعليمي بنين وبنات والجمعيات الخيريه. دعونا وياكم ننتقل وياكم الى لمحه بسيطه عن ما تم في المعرض. آية وصورة نهدف إلى تقريب معنى الآية إلى ذهن القارئ. فمثلا نأتي إلى هذا اللي هو النواة، نواة التمر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولا يظلمون نقيرا. فنوضح للزائر وللطلاب والطالبات أن حتى بهذا المستوى أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان يوم القيامة. ومثلها أيضا لما نأتي على قوله: ما يملكون من قطمير، وأيضا ولا يظلمون فتيلا. فأتينا بالآية وأتينا بصورة توضيحية تقريبية للآية مع تفسيرها سواء كان في التفاسير المعتمدة. هذا ينطبق على قرابة أكثر من 24 آية. ما شاء الله تبارك الله. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني، وهو ركن الخط العربي. كل زائر تشرفنا بحضوره في هذا المعرض أخذ نسخة من إصدارات المصحف الشريف، وكان عندنا المهندس محمد الزهراني يعطيه الصحة والعافية، وأيضا الأستاذ عبد الله الزهراني يكتبون بأنواع من الخط العربي إهداءات للحضور. هذا كان الركن الثاني. الركن الثالث هو ركن النباتات التي ورد ذكرها في القرآن. عندنا تقريبا 15 نبتة ورد ذكرها في القرآن. فمثلا الرمان يتعرف الزائر على البذرة وعلى شجرة الرمان ثم على الثمرة. وقد وضعنا هنا آية فيهما فاكهة ونخل ورمان بالإضافة إلى فوائد واستخدام الرمان. هذا الكلام ينطبق أيضا على العنب، ينطبق أيضا على الطلح الذي هو الموز، وهكذا في الزيتون والعدس وشتى أنواع. الطلح المقصود فيه الموز في القرآن في قراءة أخرى، وطلع منضود. هذه أنواع، مثلا هنا الثوم، هنا العدس، هنا الزيتون، وكذلك هنا شجرة السدر والقمح، وبعدها ستأتينا الذرة، ثم بعد ذلك نأتي على النخل اللي هو التمر، وهكذا تباعا التين، ثم بعد ذلك الزنجبيل والبصل والدثام من فصيلة الخيار واليقطين، وعودا على بدء في الرمان. هذا التطبيقات التي خدمت القرآن الكريم. نحن توصلنا إلى 100 تطبيق خدم القرآن الكريم. في تطبيقات حازت على جوائز دولية، أو تطبيقات خدمت المكفوفين والصم، أو تطبيقات للأطفال، أو التطبيق لغير الناطقين بالعربية، أو متعدد اللغات، أو يكون تطبيقات لجهات حكومية مثل وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة التعليم أو مصحف المدينة النبوية. الزائر مباشرة يدخل على التطبيق، ثم يتعرف بوصف بسيط عن التطبيق ومميزات وخدمات التطبيق، ثم إذا نال استحسانه انتقل إلى الباركود. أيضا عندنا هذا التطبيق يستطيع الزائر عند تحميل هذا الملف تحميل أكثر من 100 تطبيق عبر الباركود بالتعاون مع منصة التحول التقني. ممتاز. وهذه ركن تطبيقات القرآن الكريم. ننتقل وثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتعرف الزائر على قراءة الإمام نافع المدني بن كثير وأبو عمرو والشامي وهكذا. ثم بعد ذلك نوضح للقارئ كيف انتشرت القراءات في العالم، أيضا بقية الدول في أفريقيا. بعد ذلك ينتقل إلى السماع. فلو افترضنا مثلا في قراءة مثلا الكسائي، يضع الزائر: أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها. فهنا الفرق بين رواية حفص بن عاصم ورواية الكسائي. ننتقل بعد ذلك إلى المعرض لطباعة المصحف الشريف، ونستعرض سويا إصدارات المصحف الشريف. هذا المصحف يسمى المصحف الممتاز، يمتاز بالمصحف لأنه مذهب، ويختلف أيضا حتى نوعية الورق ونوعية الخط وسماكة الورق.
هذا يسمونه المصحف الجوامعي، كمصحف كبير يتناسب مع كبار السن. هذا المصحف يسمونه الجيبي، هذا الكفي، وهذا الوسط، وهذا المصحف العادي، بالإضافة إلى التفسير الميسر وأنواع من الأجزاء. ننتقل بعد ذلك إلى الروايات والقراءات. لكل رواية لها مصحف 10 بهذا الشكل. يمكن القارئ أو المشاهد الآن يلاحظ مثلا ويسعون في الأرض كتبت بطريقة مختلفة لأنها تنطق بطريقة مختلفة عن رواية حفص عن عاصم، وهذه هي رواية ورش عن الإمام نافع. هنا 10 نماذج، هذه عينة منها. أيضا المملكة العربية السعودية اهتمت بالعناية بترجمة معاني القرآن الكريم، فلدينا أكثر من 79 لغة ترجمها مجمع الملك فهد نعم صحيح. وأيضا من أراد النسخة عن طريق الماسحة الضوئي يستطيع أن يمسح أي نسخة من هذه النسخ. توجد نسخ إلكترونية، وهذه إصدارات مصحف المدينة النبوية برواية حفص بمقاساتها. خط المصحف الشريف، الكتابة المصحف الشريف للصفحة الواحدة يأخذ 5 مراحل، وتشرف عليها لجنة علمية برئاسة الشيخ علي الحذيفي. فيبدأ الكاتب أو الخطاط أولا بمرحلة الخط بدون أرقام بدون نقاط، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة النقاط، ثم بعد ذلك مرحلة الحركات والتشكيل. المرحلة الرابعة مرحلة علامات الوقف التي باللون الأحمر، وختاما إلى وضع أرقام الآيات. كل مرحلة من المراحل ال5 يكتب الصفحة بالمرحلة الأولى فتعاد اللجنة للمراجعة، ثم بعد ذلك انتقل للمرحلة الثانية تعاد المراجعة 5 مرات. فلك أن تتخيل أن صفحة واحدة تراجع 5 مرات، فما بالك ب600 صفحة في القرآن الكريم. ننتقل بعد ذلك إلى 600 كم؟ 3000 تقريبا 3000 مرة تقريبا. ننتقل بعد ذلك إلى أكبر إصدار من إصدارات المصحف الشريف بهذا الحجم، يسمونه المصحف الكبير. وأيضا المصحف الخاص بالمكفوفين، هذا عينة وهو عبارة عن 5 أجزاء، وهو معني بالمكفوفين، كتب بلغة برايل، وهو معتمد من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بهذا الشكل وهذا الغلاف. المصاحف المستعملة والممزقة بالتعاون مع الجمعيات المختصة بالعناية بالمصحف الشريف. فوضعنا في 29 مدرسة صناديق لجمع المصاحف، بحيث أن الطالب يأتي بالمصاحف الممزقة أو المستعملة من البيت إلى المدرسة، وبعد ذلك يتم نقلها بعد فرزها إلى الجهات المختصة بهذا، جمعية تعظيم وجمعية العناية بالخرج. كيف يتعاملوا مع مصحف مثلا زي هذا؟ في المصاحف اللي بمثل هذه المصاحف مثلا أوراق تعبانة، الأوراق التعبانة هم يتابعون المصاحف كامل المصحف لما يكون في نقص فيكملونها. أيضا إذا كان في مشكلة في التجليد يعاد تجليده، وبمثل أيضا هذا المصحف يضع لها تجليده من جديد بعد مراجعته. الشخمطة اللي فيه كيف تروح؟ عندهم أيضا آلات طابعة زي الورقة هذه تستبدل بورقة أخرى ثانية. الله يجزاهم خير. هذه نماذج الطلاب اللي شخمطوا على القرآن. هذه نماذج من المصاحف التي تم جمعها من عدد من المدارس، وبإذن الله يتم نقلها إن شاء الله في القريب العاجل إلى الجهات المختصة. نختم زيارتنا. الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فنحن في هذه اللوحة طلبنا من كل زائر يختار الخلق الذي يتحلى به أو يتمنى أن يتحلى به. فالآية مكتوبة الآن: وإنك لعلى خلق عظيم. كل زائر اختار صفة، مثلا صادق، كريم، حيي، متواضع، قنوع، عطوف، متفائل، وفي، حليم، رحيم، وهكذا أكثر من صفة في الأخلاق. وبهكذا يكون انتهت الزيارة. شاكر لكم هذه التغطية، وأتمنى لكم إن شاء الله تغطيات جهد عالي كبير. شكرا جزيلا لكم. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. شاكرين لك هذا العرض الجميل، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. الله يشكر مساعدكم، شكرا لكم وصحيفتكم الموقرة.